اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا ان شاء الله بخير. النهارده بدايه يوم جديد بامل ربنا ورحمه ربنا علينا. ربنا يجعله ان شاء الله يوم حلو كده ومليان خير وبركه وسعاده. ربنا يا رب يديم المحبه في قلوبنا لبعضنا. النهارده بدات كده روتين في المطبخ. قلت اشوف كده المطبخ محتاج ايه يتعمل. بدأت ان انا انزل الحاجات اللي في المطبخ علشان انضفه، وهنعمل فيه شغل كتير وروتين كتير قبل الولاد ما يجوا من المدرسة علشان نخلص اللي ورانا كله. هلمع كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا عندي المطبخ خشب، فبصراحة عامل لي ازعاج. اي مية بتيجي عليه بتخليه يتقشر زي ما انت شايفة كده ويتبهدل. إيه، المطبخ الالمونتان بيبقى احسن بكتير. فانا جايبه شويه ميه بصابون كده وبالسلكه، يعني ايه على المشي كده، حاجه خفيفه، وبغسله حاجات بسيطه جدا ما بدوس عليه علشان البياض بتاعه ما يطلعش. وبنشفه بعد كده. بعد ما بغسله بنشفه بعد طبعا ما خلصت الضلف من جوه ولمعتها ورصيت الحاجات. هعمل بقى من جوه الضلف وهعمل الادراج وهشده شده تمام. يلا كمان لو انتي مطبخك عايز روتين او عايز اي حاجه، ما تكسليش في الشتاء وتقولي مش قادره. لا، قومي اعملي كده كوبايه نسكافيه او كوبايه شاي تدفي ايديكي واشتغلي كده وسمي بالله كده وصلي على الرسول. ان شاء الله كل حاجه هتبقى سهله معاكي. هتلاقي نفسك خلصتي كل اللي وراكي من غير ما تحسي ان شاء الله بتعب ولا اي حاجه. ربنا يا رب ما يكتب علينا التعب ولا الرقد ابدا. خلصت كده الضلف. طبعا انا كنت بختصر معاكم الفيديو علشان مش عايزه اطول معاكم الفيديو اكتر من كده. وهعمل بقى الادراج. شايفين طبعا في بقع الخشب مبقع بصراحه، يعني كتر خيره بقاله 13 سنه عندي. فالخشب مبقع، كنت على الاقل يعني ما بقدر ان انا احاول امسح وانضف. وطبعا المعالق دي كنت معقماها بميه سخنه وخل. علشان هبقى اعملها ان شاء الله معاكم في فيديو كده علشان تدينا تبقى يعني لونها لامع وكده. كده انا بخلص الادراج. طبعا انا بعمل بسرعة علشان عايزة اخلص قبل الولاد ما يجوا. وطبعا في يعني المطبخ بيبقى عايز شغل كتير وعايز تعملي فيه كل حاجة، لان طبعا بتقضي يومك فيه كله. بيبقى عايزة تخلصي. وكنت مفضية نفسي وناوية ان انا اخلص اللي ورايا كله علشان ميبقاش ورايا غير المطبخ النهاردة. اشطب فيه كل حاجة واخلص كل اللي ورايا. بطلع كده كل حاجة وبنضف الادراج والرفوف وكله. بحاول يعني جايبه حته زي ما انت شايفه كده نظيفه، يا دوبك بس بلاها ميه بصابون كده دافيه وعصراها نص عصره وبلمع بيها علشان تنضف معايا وتسهل معايا كل حاجه انا عايزه اعملها ان شاء الله. كده انا خلصت الادراج. والنص اللي تحت هنزل بقى المشربيه والبطرمانات اللي انا حاطه فيها توابل او اي حاجه، وبرده همسحها وهلمع المشربيه ديت كده وهنضفها وهمسح البطرمانات كلها ورصتها كده. وبعد ما مسحتها رصتها حلو ولمعتها. وهعمل الجزء التاني من المشربية علشان تبقى كل حاجة نضيفة معايا وكل حاجة زي الفل، ما يبقاش ورايا حاجة متعبة ولا اي حاجة. خليت السيراميك ده اخر حاجة اعملها في المطبخ. وبلمع البطرمانات والحاجات بتاعت الشاي والسكر. ودي كوبايات استانلس كده حطاها برضو في المشربية، اللي عايز يشرب مية او اي حاجة يشرب منها. وهطلع بقى على الرف اللي فوق الازاز. الكبة كنت غسلاها. هنزل بقى العلب والحاجات ديت علشان المع كل حاجة وانضفها ويبقى خلصت من كل المطبخ. ما يبقاش ورايا حاجة. استعدادا كمان للشتاء، لان في الشتاء الواحد بيبقى مكسل بقى ومش قادر يقوم ولا يعمل ولا كده. بعمل استعدادا للشتاء حتى يبقى مثلا لو حاجه اتوسخت ولا كده يبقى سهل عليا تنظيفها بعد كده، ما مركنهاش. اعمل كل حاجه كده ببساطه ان شاء الله. يعني ربنا ان شاء الله يكرمنا ونشجع بعضنا كده. ويا ريت ما تنسوش تقولي لي رايكم في الفيديو ايه، وتقولوا لي كلمه حلوه في الكومنتات. واهم حاجه ان انتوا تصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم بارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولو لسه بقى متابعيني لحد دلوقتي ما تنسيش اللايك والاكسبلور والاشتراك في قناة اسرار المطبخ مع شوشو. يا احلى متابعين في الدنيا، ربنا يا رب يديمكم ليا ويخليكم ليا احلى حاجه في حياتي. كده دخلت على المطبخ الضلفه الازاز، نزلت الحاجات اللي فيها ومفيهوش ازاز كتير لان والله الازاز اللي عندي اتكسر.
كله كوبايات وحاجات اتكسرت، كان في ظروف كده ونزلت الحاجات عند حمادي والحمد لله يا رب ان هي جت على كده وجت في الازاز اتكسر. ان شاء الله ناويه ان انا اجيب كوبايات واجيب حاجات احطها بدل اللي اتكسرت دي، بس ربنا يسهلها ان شاء الله، كل حاجه بتيجي واحده واحده. خلصت كده ولمعت الضلفه ولمعت الازازه، اخش بقى على ورا التلاجة. طبعا التلاجة كنا غاسلينها مع بعض من كام يوم ونضيفة، هشد بقى ورا التلاجة فصلتها وعلشان اغسل السيراميك من وراها وانضف الجنب بتاع المطبخ. جبت بقى المساحة وحطيت عليها حتة نضيفة كده فيها مية بصابون، وهمسح طبعا الحتت اللي فوق بتاعت السيراميك اللي انا مش طايلاها اللي ورا التلاجة وفوق المطبخ كده وعند الشباك علشان لو في تراب او اي حاجة، وباخد الحتة اغسلها وارجع احطها تاني. حسيت بقى ان الحتة دي مش نضيفة كده اللي ايدي طايلها دي، قلت اجيبها بالسلكة كده علشان تنضف معايا وجنب المطبخ وانضف كده بسرعة. زي ما انتم شايفين كده ايدي شغالة علشان ما بطقش واسقع من المية، بحاول اخلص كل حاجة بسرعة علشان ما كسلش. روتين سهل وبسيط ومش متعب خالص، حتى لو مش عايزة تعملي المطبخ كله في يوم واحد، اعملي كل يوم حاجة هتلاقي كل حاجة سهلة عليك ان شاء الله، مفيش حاجة متعبة وهتلاقي كل حاجة بتخلص بسرعة. بس انا فضلت ان انا اعمل واخلص بسرعة كده. مسحت ورا التلاجة بقى وشديت المطبخ، وهغسل بقى السيراميك اللي وراه برضو واخداها حته حته كده عشان اخلص كده. انا كنت عملت المطبخ السيراميك كله وشديت ورا المطبخ وغسلت، والشباك اللي انتوا شفتوني بمسح فوقيه ده كنت غسلته برضو، بس كنت فاصله الكاميرا لان مش هعرف اصور لكم وانا فوق المطبخ واقفه على حاجه وبنضف الشباك وبمسحه وغسلته كمان علشان انزل التراب اللي عليه. هنا بقى نزلت المطبقيه بتاعت الاطباق ونزلت الركنه بتاعت التوابل وغسلت المجامع وغسلت الاطباق والمطبقيه حلو، وغسلت الحته بتاعت السيراميك دي ونضفتها كويس وخلصت خالص ورجعت كل حاجه مكانها. طبعا تعبت شويه بس حاجتي بقت نظيفه وحاجتي بقت كويسه، يا دوبك بس عملت الاكل وحسيت ان الدنيا بقت رايقه والمطبخ خلص تماما. اتشجعي يلا وقومي، متنسيش تقولي لي رايك في الفيديو بتاعي ايه وحابه انزل لكم فيديوهات ايه كمان. لسه عندنا شغل كتير وروتينات كتيره، مستنيه تشجيعكم ليا وكلام حلو، ومتنسوش تصلوا على النبي في التعليقات وتقولي لي رايكم ان شاء الله. طبعا الخلاط بتاعي انا بحب اغسله كده بسرعه وبلمعه على طول. انا بغسل مواعين طبعا المطبخ اهو بوريلكم بعد التنظيفات، وبعد ما خلصت وشطبت المطبخ وكل حاجه بقت تمام وزي الفل، مفيش غير الاكل اعمله. كنت ناويه ان شاء الله اعمل مسقعه بس ما لحقتش اصورها معاكم عشان كان الوقت جري. ما تنسيش اللايك للفيديو وتقولي لي رايك فيه ايه. اشوفك في فيديو جديد، مع السلامه، مع اسرار المطبخ مع شوشو.